مرحبا بكم. تخيل معايا صيف هادئ، جزيرة صغيرة في وسط ألمانيا، الناس عايشين بسلام كامل. وفجأة جوج أطفال كيغيبوا بلا أثر، وفي أقل من 24 ساعة الحقيقة اللي غادي تبان ماشي غير صادمة، بل غادي تبدل تاريخ العدالة في العالم كامل. القضية اللي غادي نحكيو عليها اليوم ماشي غير جريمة عادية. هاد القضية كانت هي اللحظة اللي دخل فيها العلم لقلب التحقيق الجنائي لأول مرة، وبدلات كل شيء للأبد. نهار من أيام يوليوز 1901 في جزيرة هادئة في بحر البلطيق سميتها روغن، الحياة كانت عادية بزاف. الصيف قصير، الناس كيعرفوا بعضهم، والأطفال كيلعبوا في الزنقة بلا خوف. ولكن في ذاك النهار جوج دراري صغار، هيرمان وبيتر، غادي يخرجوا يلعبوا قريب للدار وما غاديش يرجعوا. في البداية الناس قالوا يمكن ضاعوا في الغابة، ولكن مع مرور الساعات القلق كيكبر والبحث كيتوسع. الليل دخل وما كاين حتى أثر، وفي صباح اليوم الموالي الصدمة، تم العثور على جثث الأطفال مخبيين في غابة قريبة من الدار. هنا ما بقاتش قضية اختفاء، ولات جريمة قتل بشعة. الشرطة بدات كتجمع الشهادات، شكون شافهم آخر مرة؟ واش كان شي غريب في المنطقة؟ واش شي شخص مشبوه؟ وسط هاد الأسئلة ظهرت شهادة غادي تغير كل شيء. مرة قالت أنها شافت الأطفال كيهضروا مع واحد النجار كيتنقل بين القرى. الاسم ديالو لودفيك تسنوف، رجل عادي هادئ خدام بيديه، ولكن في العين ديال الشرطة ولا هو المشتبه الرئيسي. تسنوف تم اعتقاله بسرعة، ولكن من اللحظة الأولى كان كينكر كل شيء. ولكن المشكلة في الدار ديالو تلاقاو ملابس فيها بقع داكنة، والحذاء حتى هو فيه آثار غريبة. الناس قالوا هادشي واضح، هادشي دم، ولكن تسنوف كان عنده جواب جاهز، غير صباغة الخشب، حيت أنا نجار. وهنا بالضبط بدات أكبر معضلة في القضية، واش هادشي دم فعلا ولا غير أثر خدمة؟ في ذاك الوقت المحاكم كانت كتعتمد على الشهود والانطباعات فقط، ولكن هنا غادي يدخل شخص غادي يقلب الموازين. عالم ألماني كيدرس الدم وكيحاول يلقى طريقة يفرق بها بين دم الإنسان ودم الحيوان. الفكرة كانت بسيطة ولكن ثورية. الدم كيقدر يعطيك الحقيقة ديالو حتى إلا نشف. تم إرسال البقع للمختبر، والنتيجة كانت صادمة. بعض الآثار كانت فعلا صباغة خشب، ولكن جزء كبير منها كان دم بشري حقيقي، وزيد عليها آثار دم ديال الحيوانات كذلك. هنا الدفاع ديال تسنوف بدا يطيح تدريجيا. في المحكمة ما بقاتش غير روايات، بقات أدلة علمية كتهدر. العالم وقف وشرح للمحكمة كيفاش الدم كيتحلل وكيفاش يمكن تمييزه علميا. والأول مرة في التاريخ القاضي ما بقاش يعتمد غير على الكلام، بل على العلم. الدفاع حاول يقول يمكن تكون صباغة، يمكن يكون سوء فهم، ولكن العلم كان واضح. بزاف ديال البقع ما يمكنش تفسر غير بهذا الشيء. بعد أيام ديال المحاكمة صدر الحكم، الإدانة بتهمة القتل وعقوبة الإعدام. وبهذا الشكل انتهت قصة تسنوف قانونيا. ولكن بدا شيء أكبر بكثير. قضية روغن ما كانش غير جريمة، كانت نقطة تحول في التاريخ. دخول العلم للمحاكم، الاعتماد على تحليل الدم، بداية الطب الفرنسي الحديث، تغيير مفهوم الدليل. من ذاك النهار ما بقاتش العدالة غير شهادة أو شك، ولا التحليل زائد علم زائد دليل مادي. ورغم أن القصة بدات بجوج أطفال ضاعوا في صيف هادئ، إلا أنها انتهت بتغيير العدالة في العالم كامل. الغريب هو أن الجريمة خدات الطفولة ديال جوج عائلات، ولكن في المقابل أعطت البشرية أداة باش تكشف الحقيقة بشكل أدق. وفي الأخير الدرس الكبير هو الحقيقة ماشي دائما في الكلام، أحيانا كتكون في بقعة صغيرة ما كيشوفها حتى حد إلا العلم. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة باش نوصلوك قصص بحال هذه كل مرة. وشنو رأيك؟ واش العلم هو اللي كيحقق العدالة